السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم الأوروبيين بيفطروا إيه؟ طب الأوروبيين بيتغدوا إيه؟ طب أنا لو رحت أوروبا هفطر إيه وأتغدى إيه؟ هل الأوروبيين بيفطروا زينا فول وفلافل وبيتغدوا محشي وكبسة، ولا هم بياكلوا إيه؟ وإيه أسعار الأكل هناك؟ وفين الأكل الحلال وفين الأكل الحرام؟ وفي حاجة مهمة جدا، انا دلوقتي لما اجي احاسب، هل انا هحاسب ولا انا هكون كاشير نفسي واحاسب لنفسي، ومن خلال الفاتوره ديت همشي وهطلع من الباب؟ الكلام ده كله ان شاء الله انا هقوله لكم في الفيديو دوت باذن الله. اول حاجه يا جماعه لازم تعرفوها ان معظم الاوروبيين بيحبوا الفطار كرواسو ونوع من انواع القهوه. بياخدوا كرواسونيه واحده بس ونوع من انواع القهوه، كابتشينو او ايا كان ايه هو. بالنسبه للايطاليين اساسي عندهم الاكسبريسو ده، يعني ده اساسي جدا جدا جدا. طبعا اللي بتكلف تقريبا الكوبايه ديت ممكن اورو 20 اورو 30 سنت. بيدخل طبعا بتعبي الكوبايه، وبعد كده طبعا لازم يكون معاها كرواسو، ده اساسي جدا عندهم. يعني ده حاجه، يعني هم يعني المعظم العام بياكلوا كرواسو فطار وبياخدوا معاه كابتشينو. الكرواسو دوت ممكن يكون محشي شوكولاته او محشي حاجات تانية، وانت دلوقتي بتضيف الكريمه، بتضيف اي حاجه انت عاوزها، بتضيف سكر، بتضيف عسل، كل الكلام ده كله موجود. انت بس بتعمله، وانت لازم تحضر الحاجه ديت بنفسك، مفيش حد بيحضرها لك. زي ما انتم شايفين اهوت، ادي الكابتشينو اهوت، وبيتقلب اهوت زي الفل. واساسي معاه الكروسو محشي شوكولاته، بتكون في رينج الكروسو 50 سنت 60 سنت 70 سنت، في الرينج دوت. وارخص مكان انت دور عليه في اوروبا اسمه البرت اينشتاين. ده معظم الاماكن اللي هي بتكون تقريبا رخيصه في اوروبا. وزي ما انتم شايفين اهوت، ادي انواع كرواسونات كتيره جدا، منهم في كرواسو محشي بالجبنه، وفي حاجات محشيه بالشوكولاته، وفي بالسبانخ، وفي السبانخ. ولكن خلي بالك من حاجه مهمه جدا جدا جدا، في عندهم كرواسو او باتيهات بتكون محشيه بلحم الخنزير. فلازم تكون انت بتقرا الحاجه المكتوبه عليها عشان خاطر ما تاخدش لحم خنزير. وفي حاجات تكون محشيه بالجبنه زي ما انتم شايفين اهوت، في حاجات ب 90 سنت وفي حاجات ب 80 سنت. ولكن انا ارشح لكم لو انتم حابين تفطروا جامده جدا جدا الشوكولاته عندهم. طب ازاي انا احاسب لو انا اشتريت المنتج ده؟ بيدخل على الشيك دوت، انت طبعا بتحاسب نفسك، بتختار انت كرواسو، ايه نوع الكرواسو اللي انت خدته. والله انا خدت مثلا دي، فبضغط عليها. وبعد كده بيحصل ايه؟ بيقول لك والله انت خدت واحده ولا اتنين، بتقول انا خدت واحده مثلا، تمام، او اخدت اتنين، على حسب انت خدت ايه. وبعديها بتتك كونتينيو، وبعديها هنا بتدفع بالفيزا، تمام. وبعد كده انت ما تنساش تاخد ريسيت عشان خاطر تخرج بيه من الباب. في ساعات انت ما بتعرفش، فبتنادي الكاشير تقول له والله بعد اذنك اعمل لي ادفع لي الفاتوره، فهو بيدفعها لك. في بردك انواع فطار اخرى بتكون جاهزه، زي الجبنه بالخيار، دي تقريبا عامله 3 يورو، والجبنه بالطماطم عامله تقريبا 2 يورو ونص. ديت بردك في عندهم معلبات بتكون في السوبر ماركت، فواكه. ودي طبعا عصاير، كلها عصاير فريش، كل حاجه موجوده فريش قدامك، هي برتقان او سواء افوكاتو او اي حاجه بتكون فريش، تقريبا بتكون في رينج ال3 يورو. طبع الغداء بيكون في السوبر ماركت، بيكون موجود في جوه الغداء. ولكن انت برضك بتخلي بالك ان بيكون، هل لحم خنزير ولا بيكون لحم عادي. وانت طبعا بتسألها حلال ولا حرام، وهي على فكرة بتجاوبك وبترد عليك وهم فاهمين كلمة حرام او حلال. على فكرة ديت هم على فكرة فاهمينها. من ارخص الاماكن انت بتدخلها حاجه اسمها البرت هاين، ده هتلاقي فيه معظم الحاجات اللي انت عاوزها وباسعار ارخص كتير جدا من بره. انا حبيت بس افيدكم. لو انتم عجبكم القناه، يا ريت الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.